بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم طلابي، طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله يا رب يدومكم بخير وصحة وعافية، ورب يسهل عليكم المادة. نقول بسم الله ونبدأ بحل أسئلة ونقاط. أتأكد ثم أحل ثم أفكر ثم أكتب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السؤال الأول: أجد قيمة العبارة الجبرية في كل مما يلي باستعمال قيمة المتغير المعطاة. إذن طلابي أنا وياكم نحسب أو نجد قيمة العبارة الجبرية باستعمال قيمة المتغير المعطاة. يعني العبارة الجبرية بيها متغير هو الطانة قيمته. تمام استاذ. العبارة الجبرية ميم زائد 6. قيمة ميم طلابي شقد؟ استاذ 10. إذا طلابي منو متغير العبارة الجبرية؟ استاذ ميم. حلو، إذا ميم هو متغير العبارة الجبرية. إيش قد قيمة ميم طلاب استاذ؟ هو الطانة إياها، الميم تساوي 10. حلو، أنا وياكم راح نستبدل الميم ب10. نشيل الميم شو نخلي مكانها؟ 10، ونجد قيمة العبارة الجبرية. يلا عيني، بدل ميم ايش تكتب لي استاذ؟ 10. هاي قيمة ميم 10. الزائد ينزل طلابي والستة تنزل. تمام استاذ، الزائد ينزل والستة تنزل، ويساوي طلابي أنا وياكم نجمع 10 زائد 6 استاذ أكيد 16. إذا قيمة العبارة الجبرية شقد طلابي؟ 16. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. استاذ اللي افتهمناه منك انه العبارة الجبرية بيها متغير. من المتغير؟ هو الحرف ميم. شقد قيمة ميم؟ 10. إذا شلنا الميم خلينا 10، الزائد ينزل الستة تنزل. طلابي شوفوا هاي الفارزة، من نوصل للفارزة يعني هاي انتهت العبارة الجبرية. ورا الفارزة قيمة المتغير. بكل عبارة جبرية ورا الفارزة قيمة المتغير، فالمتغير ميم قيمته 10. إذا قيمة ميم 10، 10 زائد 6 16. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. يلا عيني، العبارة الجبرية نون ناقص 12. فارزة النون ايش قد تساوي طلابي استاذ؟ النون تساوي 18. إذا من المتغير؟ منو متغير عبارتنا الجبرية؟ استاذ متغير عبارتنا الجبرية نون. طلابي ايش قد قيمة نون استاذ؟ قيمة نون 18. يلا عيني شيلوا النون نزلوا 18. تمام استاذ، بدل نون 18 الناقص ينزل، صار استاذ وال12 تنزل. هاي الناقص ينزل طلابي وهاي ال12 نزلت. إذن ويساوي، استبدلنا النون بشقد؟ بقيمتها، قيمة نون طلابي 18. أنا وياكم هسه شو نسوي؟ نطلع ناتج. يلا عيني، 18 ناقص 6 أسهل ما يكون، العفو 18 ناقص 12 أسهل ما يكون 6. إذن الناتج طلابي 6. قيمة العبارة الجبرية ايش قد؟ 6. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. يلا عيني، العبارة الجبرية 8 س. طلابي بين الثمان، طبعا 8 س يعني شنو؟ يعني 8 في س. استاذ ممكن توضح لنا شلون عرفنا في؟ ما طول بين العدد والمتغير، ما دام بين الثمانية وبين السين ماكو لا زائد لا ناقص لا قسمة، إذا شكو اكو ضرب. إذا طلابي 8 س يعني 8 في س. فارز السين ايش قد تساوي؟ 4.
إذن السؤال إلك عزيزي الطالب حاليا، منو متغير عبارتنا الجبرية؟ أستاذ سين. قيمة سين معطاة؟ إي والله معطاة. إيش قد السين؟ أستاذ السين تساوي 4. ممتاز عيني طلاب. إذن شيلوا لي السين خلوا لي 4 وطلعوا لي ناتج. إذن ال8 تنزل 8 في 8 في 8 سين، يعني 8 في سين. هي السين ايش قد؟ 4. بدل سين 4. تمام استاذ افتهمنا. يلا ويساوي انا وياكم نضرب 8 في 4 اسهل ما يكون 32. اذا قيمة العبارة الجبرية ايش قد طلاب؟ استاذ قيمة العبارة الجبرية 32. العبارة الجبرية 8 س قيمتها 32. يلا عيني مستمرين وبقوة إن شاء الله، والمادة أسهل ما يكون. صاد تقسيم 7. العبارة الجبرية صاد تقسيم 7. قيمة الصاد طلاب إيش قد الصاد؟ تساوي 63. إذن منو متغير عبارتنا الجبرية؟ أستاذ صاد. اعطانا قيمة صاد؟ اي نعم انطانا اياها. الصاد تساوي 63. حلو. اذا قيمة صاد معطاة تساوي 63. يلا نجد. يلا طلابي اذا راح نستبدل الصاد بقيمتها. ايش قد قيمتها؟ 63. بدل صاد طلابي شو ننزل؟ استاذ 63. هاي 63. طلاب القسمة تنزل، التقسيم ينزل. يلا عيني. والسبعة استاذ السبعة تنزل. وصلنا للفارزة. هسه شو نسوي بدل الفارزة؟ نكتب يساوي. تمام استاذ. يلا عيني قسموا لي 63 تقسيم 7. استاذ انت معلمنا القسمة تعتمد 100% على جدول الضرب، فاحنا حافظين جدول السبعة. 7 في 9 يساوي 63. إذن 63 تقسيم 7 استاذ بيها 9. انتهى الحل؟ اي نعم انتهى. إذن قيمة العبارة الجبرية، العبارة الجبرية صاد تقسيم 7 قيمتها 9. إذن طلابي هذا الملخص تكتبوه يمكن بالدفتر وأبد ما ننساه. نجد قيمة العبارة الجبرية دائما باستبدال المتغير وهو حرف من أحرف اللغة العربية بقيمته العددية المعطاة. لا أستاذ صارت كل السهلة علينا. مستمرين؟ أكيد مستمرين طلابي. العبارة الجبرية هي القوس 28 زائد نون تقسيم 12. منو متغيرنا طلاب؟ استاذ متغير العبارة الجبرية مالتنا نون. قيمة نون ايش قد استاذ؟ النون تساوي 8. حلو. اذا قيمة نون معطاة. يلا نشيل النون شو نخلي 8 ونطلع ناتج. نستبدل النون بقيمتها العددية. قيمتها العددية 8. فالقوس ينزل، 28 تنزل، الزائد ينزل. بدل نون طلابي نكتب 8. التقسيم ينزل وال12 ينزل. هذا القوس استاذ. 28 طلابي تنزل، الزائد ينزل. تمام استاذ افتهمنا. وصلنا النون ايش قد؟ 8. بدل نون نكتب 8. نسد القوس. طلابي التقسيم ينزل، القسمة تنزل. يلا عيني. وال12 تنزل. من وصلنا للفارزة بدل الفارزة تكتب لي يساوي ويساوي. هسه أنا وياكم طلابي نطلع ناتج. أخذنا بترتيب العمليات داخل القوس. أولا عندنا قوس. إي نعم عندنا. إذن أولا نبدأ بالعمليات الحسابية داخل القوس. ايش عندنا داخل القوس؟ زائد. اذا طلابي دائما داخل القوس اولا. يلا اجمع لي بلا زحمه عليك. 28 زائد 8.
أستاذ أكيد 28 زائد 8 36. إذن طلابي ناتج داخل القوس هو 36. القسمة تنزل وال12 تنزل، تقسيم 12. إذن تقسيم 12 صار أستاذ هاي التقسيم وهاي ال12. هسه طلابي أنا وياكم نطلع ناتج. شوية بس نصغر الخط، أريد أصغر الخط. لا أي هسه هي. إذن طلابي 36 ناتج داخل القوس، التقسيم ينزل وال12 ينزل. تمام. تقسيم ايش قد؟ تقسيم 12. يلا بلا زحمة عليك، هسه طلع لي ناتج ويساوي. يلا طلابي قسموا لي 36 تقسيم 12. استاذ اسهل ما يكون، اكيد بيها 3. انتهى الحل؟ اي نعم انتهى. اذا قيمة العبارة الجبرية طلابي ايش قد استاذ؟ 3. سهلة لو صعبة؟ لا والله استاذ كلش سهلة. يلا عيني، العبارة الجبرية هي القوس 14 زائد س في ايش قد؟ في 5، والسين تساوي طلابي سالب 14. إذا طلابي منو متغير عبارتنا الجبرية؟ استاذ س. حلو، الحرف س هو متغير عبارتنا الجبرية. ايش قد قيمة س استاذ؟ قيمة س معطاة، السين تساوي سالب 14. حلو، إذا أنا وياكم نجد قيمة العبارة الجبرية باستبدال س بالعدد سالب 14. إذا طلابي القوس ينزل، 14 تنزل، القوس ينزل، 14 تنزل، الزائد ينزل طلابي. تمام استاذ، هذا الزائد ينزل. وصلنا المن السين، بدل سين شو ننزل استاذ؟ سالب 14. هاي سالب 14. نسد القوس، الفي ينزل والخمسة تنزل. تمام استاذ، في وهاي الخمسة. طلابي وين وصلنا؟ وصلنا للفارزة. بدل الفارزة هسه تكتب لي يساوي وتطلع لي ناتج مثل ما متفقين. طلابي عدنا أنا وياكم قوس، اي نعم قوس. بترتيب العمليات أخذنا داخل القوس أولا. يلا أنا وياكم نجي نحسب ناتج داخل القوس. 14 زائد سالب 14. طلاب السالب 14 هي النظير الجمعي للموجب 14، ف14 زائد سالب 14 استاذ 0. إذا الناتج داخل القوس 0. طلاب الفي ينزل والخمسة تنزل، هاي في ايش قد؟ 5. ويساوي، سمعت واحد قال ويساوي الناتج 0. ممتاز عيني طلاب. إذا 0 في 5 0. قيمة العبارة الجبرية ايش قد؟ 0. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. أعوفك؟ لا ما أعوفك، باقي وياك. يلا عيني، مسألة كلامية حلها كل سهل. إذا كان طول سارة إيش قد؟ لام سنتيمتر. طول سارة هو الحرف لام أو المتغير لام سنتيمتر. إيش وقت طلابي عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي؟ حلو، إذا لام، إذا سارة طولها كان لام من كانت في الصف الثالث الابتدائي، وازداد طولها. حلو طلابي، ازداد هاي عرف، خو ما ننساها. لا استاذ ما ننسى. ازداد طلابي، خلوا ببالكم. اريد اروح على الالوان، اريد الاحمر. هاي
وازداد طلابي. هاي ازداد عرف، ازداد يعني زيادة، يعني طلابي زائد. أعيد وأكرر، ازداد يعني زائد، وازداد أكو زيادة، ازداد طولها شقد؟ استاذ 23 سنتيمتر. ايش وقت طلابي عندما أصبحت في الصف السادس الابتدائي؟ حلو. سارة طولها لام من كانت في الصف الثالث الابتدائي. ازداد طول سارة 23 سنتيمتر من صارت بالصف السادس الابتدائي. المطلوب شو تريد مني؟ اكتب عبارة جبرية تمثل طول سارة في يا صف الصف السادس الابتدائي. مو بس هاي، وأجد قيمة العبارة عندما، تركيز وانتباه عالي، عندما اللام شقد تساوي استاذ 130. أنا وياكم بعد أن نكتب العبارة الجبرية نجد قيمتها عندما اللام تساوي شقد؟ 130. سهلة؟ أكيد سهلة. نقول بسم الله ونبدأ بالحل. إذا طلابي العبارة الجبرية، طبعا العبارة الجبرية اللي راح نكتبها طلابي تمثل طول سارة في الصف السادس. تمثل طول سارة في الصف السادس. حلو. يلا عيني، سهلة؟ أكيد سهلة. طلابي هي شقد كان طول سارة من كانت بالصف الثالث الابتدائي؟ استاذ طول سارة كان لام. حلو، إذن هي طولها لام. زين، وراها وازداد طلابي، إذن زائد، أكو زيادة. ازداد شقد استاذ؟ ازداد 23 سنتيمتر. إذن زائد 23. هاي كتبنا العبارة الجبرية؟ اي نعم كتبناها. هاي العبارة الجبرية تمثل طول سارة طلابي بأي صف؟ استاذ بالصف السادس الابتدائي. انتهى الحل؟ لا أكيد ما انتهى. طلابي تركيز وانتباه عالي، اكتب عبارة جبرية تمثل طول سارة. كتبناها؟ اي نعم كتبناها. لام زائد 23. وأجد قيمة العبارة عندما اللام تساوي 130. إذن أنا وياكم هسه نجد قيمة العبارة الجبرية. العبارة الجبرية مالتنا عندما اللام شقد تساوي؟ استاذ عندما اللام تساوي 130. يلا عيني نستبدل اللام بقيمتها العددية. اللام شقد؟ استاذ 130. شيل اللام خلي لي 130 وطلع ناتج. نستبدل اللام ب130، الزائد ينزل وال23 تنزل ويساوي. يلا عيني طلاب، 130 زائد 23 استاذ اسهل ما يكون. 0 زائد 3 3، 3 زائد 2 5، ويبقى عندنا الواحد ينزل. إذن الناتج 153. شنو؟ أكيد سنتيمتر. هذا شنو طلابي؟ هو طول سارة. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. سهلة لو صعبة؟ لا والله كلش سهلة. باقين؟ اي نعم باقين. ان شاء الله نضبط مادة ونضمن الدرجة الكاملة. أتحدث كيف أجد قيمة العبارة الجبرية؟ طلاب العبارة الجبرية هي القوس لام ناقص 5. القوس هاي القوس يا قوس لام ناقص 5 في، تركيز وانتباه عالي، في القوس يا قوس القوس 6 زائد ميم. ايش وقت عندما طلابي؟ عندما اللام تساوي 12 والميم تساوي 1. منو متغير؟ طلابي يريد يلعب ويانا بس ما يقدر.
عبارتنا الجبرية كم متغير بيها استاذ؟ 2. بيها لام وبيها منو طلابي؟ بيها لام وبيها ميم. قيمة لام ايش قد؟ 12. قيمة ميم ايش قد؟ 1. حلو. إذن عبارتنا الجبرية بيها متغيرين، بيها حرفين. نعيد كتابة السؤال أنا وياكم. العبارة الجبرية هي القوس لام ناقص 5 في القوس طلابي 6 زائد ميم. فارز الميم ايش قد تساوي؟ أو اللام تساوي 12 طلابي، والميم استاذ الميم تساوي 1. إذن السؤال إلك حاليا عزيزي الطالب، كم متغير عندنا بالعبارة الجبرية؟ استاذ 2. الحرف لام، زين ايش قد قيمة لام؟ قيمة لام استاذ اعطانا اياها 12. حلو، قيمة لام 12. بعد منو عندنا استاذ؟ عندنا ميم. قيمة ميم انطانا اياها، اي نعم انطانا اياها 1. اذن هسه نحل براحتنا. يلا بدل اللام شن ننزل استاذ 12، نستبدل اللام بقيمتها العددية، لام تساوي 12. اذن بدل لام اكيد 12، القوس ينزل بدل لام 12 طلابي، بدل لام ايش نزلنا؟ 12. يلا عين الناقص ينزل، الخمسة تنزل وسد القوس. الناقص ينزل، 5 تنزل وسد القوس. الفي ينزل، دير بالكم بين القوسين عندنا ظرف في. هسه افتح قوس، 6 تنزل، الزائد ينزل، الميم بدل ميم 1، بدل ميم ايش قد؟ 1. يلا طلابي 6 تنزل، الزائد ينزل، هاي 6 تنزل، الزائد ينزل طلابي. وصلنا الميم ايش قد؟ 1، يعني بدل ميم شو ننزل؟ قيمتها العددية 1، نسد القوس. وصلنا المن للفارزة. من توصل للفارزة بدل الفارزة تكتب يساوي. أنا وياكم طلابي نطلع ناتج. نبدأ بالعمليات داخل الأقواس أولا. يلا ايش عندنا هنا؟ عندنا ناقص داخل القوس الأول طرح. بلا زحمة عليك، احسب لي ناتج داخل القوس الأول. 12 ناقص 5 استاذ اسهل ما يكون 7. عافية بالأبطال، هاي 7. الفي ينزل طلابي، تمام استاذ هذا الفي. بلا زحمة عليك، احسب لي ناتج داخل القوس الثاني. عندك زائد، جمع، اجمع. 6 زائد 1 استاذ 7 ويساوي. يلا طلابي أنا وياكم هسه نضرب. 7 في 7 كنا حافظين جدول الضرب، 7 في 7 49. إذن قيمة العبارة الجبرية طلابي ايش قد؟ استاذ 49. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. أعوفك؟ لا ما أعوفك، باق وياك. وصلنا إلى فقرة أحل. أجد قيمة العبارة الجبرية في كل مما يلي باستعمال قيمة المتغير المعطاة. أنا وياكم نجد قيمة العبارة الجبرية طلابي شلون؟ باستعمال قيمة المتغير المعطاة. حلو، يعني العبارة الجبرية بيها متغير، وهذا المتغير قيمته معطاة، هو اعطانا اياها. 7 س استاذ ابد ما ننسى العبارة الجبرية طلابي هي 7 س. يعني شنو 7 س؟ يعني 7 في س. قيمة س ايش قد استاذ؟ س تساوي 3. إذن طلابي منو متغير عبارتنا الجبرية؟ استاذ متغير عبارتنا الجبرية هو س. اعطانا قيمة س، اي نعم انطانا اياها، س تساوي 3. إذن استبدل السين ب3 وطلع ناتج. 7 تنزل والفي ينزل. 7 س، أعيد وأكرر، 7 س يعني 7 في س. إذن 7 في السين ايش قد استاذ؟ السين 3، هو اعطانا اياها، استبدلنا السين بقيمتها العددية ب3.
يلا وصلنا للفارزة، تنزل يساوي، تكتب يساوي، تطلع ناتج. سمعت واحد قال استاذ اسهل ما يكون. هسه نضرب، عافية، 7 في 3 21. إذن قيمة عبارتنا الجبرية 7 س قيمتها 21. أكيد انتهى الحل، وأكيد مستمرين، وإن شاء الله نضمن الدرجة الكاملة. المطلوب منك حاليا وانت متعلم علي، أنا في كل درس أطلب من عندك توقف الدرس، تحلي نقطة بيدك ورقة وقلم شرط، وترجع تكمل درسك. أنا متأكد كلكم راح تحلون صح، والمادة مضبطيها. أعوفك لا ما أعوفك، باقي وياك إلى ليلة الامتحان الوزاري، وهاي السنة إن شاء الله أريد أشرح لكم براحتي، نريد نضمن الدرجة الكاملة. العبارة الجبرية صاد تقسيم 6. فارزة، الصاد ايش قد تساوي استاذ؟ الصاد تساوي 48. إذا منو متغير عبارتنا الجبرية استاذ؟ صاد متغير عبارتنا الجبرية. ايش قد قيمة صاد؟ استاذ اعطانا اياها قيمة صاد 48. يلا بدل صاد تنزل قيمتها العددية، بدل صاد شو ننزل استاذ؟ 48. عافية بالأبطال. القسمة تنزل طلابي، والستة تنزل، تقسيم 6. وصلنا المن للفارزة. من توصل للفارزة تكتب يساوي ويساوي. يلا كنا حافظين جدول 6 في 8 يساوي 48. إذن 48 تقسيم 6 بيها طلابي 8. 48 تقسيم 6 بيها 8. إذن قيمة عبارتنا الجبرية ايش قد طلابي؟ 8. أعيد وأكرر، عبارتنا الجبرية صاد تقسيم 6 قيمتها 8. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. يلا عيني، عبارتنا الجبرية 5 كاف، يعني 5 في كاف زائد 12. فارز الكاف ايش قد تساوي استاذ؟ الكاف تساوي -6. إذا منو متغير عبارتنا الجبرية استاذ؟ كاف هو متغير عبارتنا الجبرية. طلاب الطانة قيمة كاف، اي نعم قيمة كاف معطاة، الكاف تساوي -6. يلا نستبدل الكاف ب6 ونطلع ناتج. إذا 5 كاف يعني 5 في كاف. هاي 5 في كاف. الكاف ايش قد تساوي استاذ؟ الكاف هو اعطانا اياها -6. الزائد ينزل طلابي، وال12 تنزل. تمام استاذ، الزائد ينزل وال12 تنزل. من توصل للفارزة، بدل الفارزة تكتب يساوي وتطلع لي ناتج. يلا عيني، أول شي نضرب. عندنا ضرب وعندنا الجمع، أكيد الضرب طلابي مقدم على الجمع. نضرب. يلا طلاب الخمسة بدون إشارة، إشارتها موجب. إحنا بالضرب أول ما نضرب إشارات، زين إشاراتنا مختلفة، موجب بسالب. أنا وياكم راح نضرب طلابي موجب 5 في -6. إشاراتنا مختلفة، موجب بسالب، إذا الناتج سالب. حلو، هاي الناتج سالب. بالضرب إذا إشاراتك مختلفة فإن الناتج سالب. هسه اضرب لي أرقام بدون إشارات. 5 في 6 استاذ 30. إذا طلابي هسه أنا وياكم ضربنا موجب 5 في -6 -30. الزائد ينزل وال12 تنزل. تمام استاذ، الزائد ينزل وال12 تنزل. ويساوي، يلا بلا زحمة عليك، طلع لي ناتج. -30 زائد موجب 12. استاذ إشاراتي مختلفة، آخذ إشارة الكبير وأطرح من الكبير ل30. شنو إشارتها؟ سالب. هذا سالب. اطرح لي بلا زحمة عليك، كبير ناقص صغير. 30 طلابي ناقص، العفو، 30 ناقصا 12. استاذ أسهل ما يكون 18. إذا طلاب الناتج هو -18. إذا قيمة عبارتنا الجبرية طلاب ايش قد؟
أستاذ سالب 18. عبارتنا الجبرية هي 5 كاف زائد 12 قيمتها سالب 18. يلا عيني 3 في القوس حاء تقسيم 4. فارز الحاء ايش قد تساوي 28. إذا منو متغير عبارتنا الجبرية أستاذ؟ حاء. ايش قد قيمة حاء أستاذ؟ الحاء تساوي 28. قيمة الحاء 28. إذا متغير عبارتنا الجبرية هو الحرف حاء وقيمته 28. نستبدل الحاء ب 28 ونطلع ناتج. طلاب الثلاثة تنزل 3 في، خلينا نخلي الثلاثة باللون الأزرق أحلى أرتب. ليش؟ لأن الحاء راح نخليها باللون الأحمر. ايش قد الحاء أستاذ؟ 28. إذا بدل الحاء طلاب ننزل 28 قيمتها. التقسيم ينزل، الأربعة تنزل، تقسيم القسمة تنزل، وهاي الأربعة تنزل. يلا وصلنا المل للفارزة. من توصل للفارزة تكتب يساوي وتطلع ناتج. عد داخل القوس أولا متعلمين احنا، يلا بلا زحمة عليك. قسم لي 28 تقسيم 4 أستاذ أكيد 7. إذا الثلاثة تنزل طلابي 3 في ايش قد ناتج داخل القوس؟ قلنا 28 تقسيم 4 بيها 7. هاي 7. يلا 3 في 7 أستاذ 21. إذا قيمة عبارتنا الجبرية 21. طلاب 2. عبارتنا الجبرية هي القوس 32 زائد نون القوس تقسيم 11. فارز النون تساوي 12. إذا منو متغير عبارتنا الجبرية؟ هو الحرف نون. إيش قد قيمة نون؟ 12. نشيل النون نخلي 12 ونطلع ناتج. إذا أستاذ المتغير نون وقيمة نون 12. يلا طلابي القوس ينزل، 32 تنزل، الزائد ينزل. القوس ينزل، 32 تنزل، الزائد ينزل. من وصلنا النون؟ نون 12. بدل نون ننزل 12. نستبدل النون ب 12 نسد القوس. طلاب القسمة تنزل، التقسيم ينزل، وال11 تنزل. المن وصلنا للفارزة. بدل الفارزة تكتب لي يساوي وتطلع ناتج. داخل القوس أولا بلا زحمة عليك اجمع لي. عندك جمع زائد 32 زائد 12. صعبة؟ لا أستاذ سهلة. 2 زائد 2 4، 3 زائد 1 4، يعني 44. داخل القوس هو 44. التقسيم ينزل طلابي و11 تنزل ويساوي. يلا طلابي قسموا لي، أنا وياكم نقسم 44 تقسيم 11 أسهل ما يكون، أسهل قسمة بالكون 4. إذا الناتج طلابي قيمة عبارتنا الجبرية ايش قد أستاذ؟ 4. يلا عيني عبارتنا الجبرية هي القوس 9 زائد س القوس مضروب ب3. فارز السين ايش قد تساوي؟ سالب 9. منو متغير عبارتنا الجبرية؟ الحرف س. ايش قد قيمة س أستاذ؟ اعطانا إياها سالب 9. إذا المتغير هو س. قيمة س ايش قد؟ سالب 9. يلا بدل س نزل لي سالب 9 وطلع ناتج. القوس ينزل، طلاب 9 تنزل، الزائد ينزل. وصلنا المن للسين. السين ايش قد؟ سالب 9. إذا بدل س ننزل سالب 9. صار أستاذ هاي سالب 9. نسد القوس. الفي ينزل طلابي والثلاثة تنزل. من توصل للفارزة تكتب يساوي بدل الفارزة. إذا في ايش قد؟ في 3. وصلنا للفارزة طلابي ايش كتبنا؟ كتبنا ويساوي. يلا يعني أكيد داخل القوس أولا أنا وياكم نجي نجمع 9 زائد سالب 9 أستاذ أكيد 0. إذا طلاب الفي ينزل، مو هسه ناتج داخل القوس 0. الفي ينزل وطلاب الثلاثة تنزل.
سمعت واحد قال أستاذ الناتج صفر، عافية بالأبطال. قيمة عبارتنا الجبرية شقد؟ أستاذ صفر. ليش؟ لأن صفر في 3 طلابي صفر. يلا عيني. ينتج خباز، مسألة كلامية بس حلها جدا سهل. ينتج خباز كم رغيفا في كل وجبة؟ أستاذ 20 رغيفا في كل وجبة. حلو، ينتج 20 رغيفا في كل وجبة. يبقي تركيز وانتباه عالي، يبقي طلابي، يبقي منها لام رغيفا. يبقي يعني شنو؟ يبقي خلي ببالك يعني ناقص. يبقي منها لام رغيفا. حلو، يبقي منها لام رغيفا ويبيع الباقي. المطلب شو تريد مني؟ اكتب عبارة جبرية. شو تمثل؟ تمثل عدد أرغفة الخبز المبيعة لديه إذا أنتج شقد؟ 4 وجبات. مو بس هاي، وأجد قيمة العبارة عندما اللام شقد تساوي 3. سهلة؟ أكيد سهلة. أول نقول بسم الله ونبدأ بالحل. الحل طلابي، أول خطوة بالحل أنا وياكم راح نجي نحسب عدد أرغفة الخبز التي يبيعها في كل وجبة. طلابي هو ايش قد ينتج بكل وجبة؟ استاذ ينتج 20 ويبقي يعني يشيل منها لام رغيفين. اذا عدد أرغفة الخبز اللي يبيعها بكل وجبة هي طلابي 20 ناقص لام. ناقص ايش قد استاذ؟ ناقص لام. ليش؟ لأن هو ينتج 20. صحيح هو ينتج 20 طلابي، ينتج 20 زين، ويبقي ويشيل من عندها لام، ويبقي لام ويبيع الباقي. إذن عدد أرغفة الخبز التي يبيعها في كل وجبة هي العبارة الجبرية 20 ناقص لام. حلو أستاذ، افتهمنا. زين، هسه راح نجي أنا وياكم نحسب عدد هم أرغفة الخبز المباعة لديه إذا أنتج. قد هو ينتج طلابي؟ كم وجبة أستاذ؟ ينتج 4 وجبات. 4 وجبات طلابي. إذن إذا أنتج 4 وجبات، 4 وجبات. حلو طلابي، هو الوجبة الوحدة شقد ينتج؟ عدد أرغفة الخبز المبيعة بالوجبة الوحدة شقد أستاذ؟ 20 ناقص لام. 20 ناقص لام. حلو، إذن هو عدد أرغفة الخبز اللي يبيعها بالوجبة الوحدة طلابي هي 20 ناقص لام. صح لو لا؟ صحيح أستاذ، هاي احنا حسبناها. زين، عدد أرغفة الخبز المباعة إذا أنتج 4 وجبات، يعني طلابي راح نضرب ب4. تمام أستاذ، حلو. إذا نضرب ب4. 4 في، إذا عدد الوجبات 4 وجبات. 4 هاي طلابي عدد الوجبات في القوس 20 ناقص لام، وهو عدد أرغفة الخبز اللي يبيعها بالوجبة الواحدة. إذن أكتب عبارة جبرية تمثل عدد أرغفة الخبز المبيعة لديه إذا أنتج 4 وجبات. كتبناها؟ إي نعم كتبناها. العبارة الجبرية التي تمثل عدد أرغفة الخبز المبيعة لديه إذا أنتج 4 وجبات هي طلابي 4 في القوس
20 ناقص لام. تمام استاذ. بعد شي يريد؟ وأجد قيمة العبارة عندما اللام، هاي اللام ايش قد تساوي؟ 3. يلا يعني إذن عندما طلابي، عندما اللام ايش قد تساوي استاذ؟ اللام تساوي 3. إذن منو متغير عبارتنا الجبرية استاذ؟ لام. ايش قد قيمة لام استاذ؟ قيمة لام 3. نستبدل اللام بقيمتها ونطلع ناتج. شيل اللام خلي 3. طلابي إذن الأربعة تنزل والفي ينزل. حلو استاذ. الأربعة تنزل والفي ينزل. القوس ينزل. 20 ناقص منو؟ ناقص لام. ايش قد اللام؟ 3. ويساوي. يلا عيني أول ما نجي نحسب ناتج داخل القوس. داخل القوس أولا متفقين يا أستاذ؟ متفقين. نبدأ بالعمليات داخل القوس. أولا أخذنا موضوع ترتيب العمليات. ايش عندك ناقص؟ يلا نقص. 20 ناقص 3 استاذ أكيد 17. 20 ناقص 3 17. إذا طلاب الأربعة تنزل والفي ينزل. يلا ناتج داخل القوس اللي هو 17. 4 تنزل في ايش قد؟ في 17. هذا شنو طلابي ال17 استاذ؟ هذا ناتج داخل القوس 20 ناقص 3. يلا اضرب لي 4 في 17 ويساوي. طلابي 4 في 17 أسهل ما يكون. 4 في 7 28. 8 تنزل 2 باليد. 4 في 1 4 زائد 2 6. إذا الناتج طلابي ايش قد؟ استاذ 68. شنو هاي ال 68 استاذ؟ أكيد رغيف. 68 رغيف. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. طلابي سهلة ولا صعبة؟ لا والله استاذ كلش سهلة. أفكر تحدي. يلا عيني احنا قد التحدي. أجد قيمة كل من العبارات الجبرية التالية عندما شنو؟ السين تساوي -7 والصاد تساوي ايش قد طلابي؟ -15. حلو. إذن عبارتنا الجبرية كم حرف كم متغير بيها استاذ؟ بيها 2. بيها السين والسين ايش قد تساوي؟ طلابي بيها سين والسين تساوي -7. هو اعطانا اياها. بعد وبيها المتغير صاد والصاد يساوي -15. صاد يساوي -15. يلا عيني شيل السين خلي لي -7. صار استاذ أنا وياكم نجد قيمة العبارة الجبرية. القوس 14 ناقص شنو؟ سين. باستبدال السين قيمتها العددية اللي هي ايش قد؟ -7. يلا طلابي قيمة سين ايش قد؟ استاذ -7. سد القوس. بين القوسين ترى اكو ضرب فالفي ينزل. إذا طلابي الفي ينزل. يلا عيني نفتح قوس. القوس الثاني هو 13 زائد منو؟ زائد صاد. ايش قد قيمة الصاد استاذ؟ -15. حلو. هاي -15. نسد القوس. ما ننسى طلابي تقسيم 3. أبد لا تنسون التقسيم 3. تمام استاذ. تقسيم ايش قد؟ 3. هاي ال3. يلا عيني طلاب أنا وياكم هسه نطلع ناتج. سهلة أكيد سهلة طلابي. نجي نبدأ بالعمليات داخل القوس. يلا داخل القوس أولا ويساوي طلابي. يلا 14 ناقص -7. طلابي راح أشرحها بالتفصيل. 14 بدون إشارة إشارتها موجب. صح لو لا؟ شوفوا 14 ايش عندنا داخل القوس؟ 14 تركيز. 14 ناقص منو؟ ناقص -7. ناقص استاذ -7.
طلابي سؤالنا شنو هنا؟ عندنا ناقص، نحوله جمع، نجمع الأربعة بدون أربعة هي لو 14، 14. طلاب ال 14 ايش بيها ال 14 استاذ؟ بدون اشاره، اشارتها موجب، انت معلمنا اي عدد بدون اشاره اشارته موجب، اذا الاول ينزل هو واشارته الموجب 14. انا وياكم الناقص نحولها زائد، اخذناها بالفصل الاول، ونعكس اشاره الثاني، نكتب النظير الجمعي للسالب 7 وهو موجب 7. يلا طلابي، ويساوي سؤالنا صار استاذ؟ صار جمع إشاراتك متشابهة اثنيناتهم موجب، اجمع لي 14 زائد 7 استاذ 21. إذا الناتج داخل القوس الأول هو موجب 21. هذا منو طلابي؟ هاي على صفحة جاي حسبنا ناتج داخل القوس الأول طلع موجب 21. ليش؟ حتى حنا يكون مرتب. إذا ايش قد طلع؟ 21. تمام استاذ. نصغر الخط صار كلش كبير، أبد ما ننسى الفي ينزل. تمام استاذ، الفي ينزل. يلا نحسب ناتج داخل القوس الثاني. داخل القوس الثاني أسهل، ليش؟ لأن إيش عندك؟ شنو العملية؟ جمع. يلا ال 13 بدون إشارة اشارتها موجب، وال 15 سالب. إيش عندي؟ عندي جمع، إشاراتي مختلفة، اخذ اشارة الكبير اطرح من الكبير ل 15، شنو اشارتها؟ سالب، اذا سالب، هاي سالب. اطرح كبير ناقص صغير، يعني 15 ناقص 13 استاذ 2. صح لو لا؟ اي والله استاذ صح. طلاب التقسيم ينزل والثلاثة تنزل، التقسيم ينزل والثلاثة تنزل. يلا ويساوي، بلا زحمة عليك، هسه اضرب لي موجب في سالب سالب، 21 في 2 42. طلابي أنا وياكم ضربنا 21 في 2 42. التقسيم ينزل والثلاثة تنزل. تمام استاذ، التقسيم ينزل والثلاثة تنزل. ويساوي، يلا بالقسمة أول ما نقسم إشارات، إشاراتي مختلفة، 42 سالب والثلاثة موجب، إذا الناتج سالب. حلو. هسه قسم لي أرقام بدون إشارات، 42 على 3 ايش قد بيها؟ خو ما صعبوا عليك، تعال. الأربعة كم 3؟ 1، ويبقى 1 خليه بصف الاثنين، 12 على 3 بيها 4، إذا الناتج ايش قد استاذ؟ 14 سالب 14. إذا قيمة العبارة الجبرية سالب 14. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. مستمرين بقوة الله، مستمرين. يلا عيني طلابي، بعدنا بتحدي. أجد قيمة كل من العبارة، نفس الشي قلنا، السين ايش قد؟ سالب 7. يلا قبل شيل السين خلي لي سالب 7، الزائد ينزل، السبعة تنزل. طلابي هذا القوس الأول، الزائد ينزل، عندنا زائد النزلة. تمام استاذ. نفتح قوس، المن وصلنا طلابي السين، أعيد وأكرر، كم متغير عندنا؟ 2. السين تساوي سالب 7 والصاد تساوي سالب 15. بدل سين نزلنا قيمتها سالب 7، هسه بدل صاد ايش قد؟ سالب 15. حلو، سالب 15. الزائد ينزل، 24 تنزل، نسد القوس. ما ننسى عندنا تقسيم 9، تقسيم ايش قد؟ 9. ويساوي، احسب لي ناتج داخل القوس سالب 7 زائد 7 استاذ اكيد 0 داخل القوس اولا، الزائد ينزل. احسب لي ناتج داخل القوس الثاني. يلا اشاراتك مختلفة، عندك جمع، زائد اشاراتك مختلفة، سالب وموجب، تاخذ اشارة الكبير وتطرح. 14 ناقص 15 استاذ اكيد 9. عافية طلابي، اكيد 9. التقسيم ينزل والتسعة تنزل، هاي التقسيم ينزل والتسعة تنزل. يلا طلابي، 0 زائد 9 استاذ ما يصير منقسم، عافية بالأبطال، نقسم
أنا وياكم نقسم أولا. يلا طلابي، 9 تقسيم 9 أستاذ 1، إذن ويساوي 0 زائد 1 ويساوي 1. إذن قيمة عبارتنا الجبرية 1. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. مستمرين، بقوة الله مستمرين. حس عددي، أجد ذهنيا قيمة كل عبارة. طلابي من الأخير، عبارتنا الجبرية هي القوس س ناقص 9 في القوس صاد ناقص 9. كم متغير؟ أستاذ متغيرين، الحرف س وقيمة س 3 والحرف صاد وقيمة صاد 29. إذن هو الطانة قيمة س، هو الطانة قيمة صاد. نشيل السين شو نخلي 3، نشيل الصاد شو نخلي 29 ونطلع ناتج. القوس ينزل، السين 3. طلاب السين ايش قد 3؟ الناقص ينزل، التسعة تنزل وسد القوس. صار استاذ هاي التسعة تنزل وسد القوس. دير بالك بين القوسين اكو ضرب في، يلا تنزل الفي. نفتح قوس، القوس الثاني طلابي. والصاد، الصاد ايش قد 29، اذا بدل صاد ننزل قيمتها العددية ايش قد 29. الناقص ينزل، التسعة تنزل ونسد القوس. وصلنا إلما للفارزة، بدل الفارزة نكتب يساوي ونطلع ناتج. يلا بلا زحمة عليك، احسب لي ناتج داخل القوس. 3 ناقص 9 سالب 6. طلاب الفي شبيه؟ الفي ينزل. احسب لي ناتج داخل القوس الثاني. ايش عندك؟ شنو العملية؟ هم ناقص 29 ناقص 9 استاذ 20. يلا ويساوي. طلابي تركيز وانتباه عالي، سالب 6 في موجب 20. بالضرب إشاراتك مختلفة، إذن الناتج سالب. يلا طلابي، أنا وياكم نضرب 6 في 0 0 و6 في 2 استاذ 12، إذن الناتج سالب 120. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. قيمة عبارتنا الجبرية طلابي ايش قد استاذ؟ سالب 120. باقين؟ اي نعم باقين. حس عددي، أجد ذهنيا قيمة كل عبارة. أجد ذهنيا طلابي، أجد ذهنيا قيمة كل عبارة. يلا عيني، ايش قد السين؟ كم عبارتنا الجبرية كم متغير بيها استاذ؟ بيها سين، والسين بيها بيها متغيرين. الأول سين، الحرف سين وقيمة سين سالب 16، وبيها صاد وقيمة صاد سالب 12. يلا طلاب نستبدل السين بقيمتها ونستبدل الصاد بقيمتها. شيل السين خلي لي سالب 16. حلو، قوس ينزل، السين سالب 16. طلاب الزائد ينزل، الثمانية تنزل ونسد القوس. صار استاذ الزائد ينزل، الثمانية تنزل ونسد القوس. دير بالك التقسيم ينزل بين القوسين، عندنا عملية قسمة. القوس الثاني ينزل. طلاب الصاد ايش قد الصاد استاذ؟ سالب 12. حلو، الزائد ينزل والأربعة تنزل ونسد القوس. يلا عيني احسب لي ناتج داخل القوس. المن وصلنا للفارزة، بدل الفارزة ايش نكتب؟ نكتب ويساوي ونطلع ناتج. طلابي سالب 16 زائد 8 استاذ إشاراتي مختلفة، آخذ إشارة الكبير وأطرح. من الكبير 16 شنو إشارته؟ سالب. أطرح كبير ناقص صغير بدون إشارات. 16 ناقص 8 8. التقسيم ينزل. أنا وياكم هم نحسب ناتج داخل القوس الثاني. عندنا جمع، سالب 12 زائد 4، إشاراتي مختلفة، آخذ إشارة الكبير وأطرح. من الكبير ل 12 شنو إشارتها؟ سالب. أطرح كبير ناقص صغير، 12 ناقص 4 استاذ 8 ويساوي سالب 8 تقسيم سالب 8. أي رقم إذا تقسمه على نفسه 1. إذا قيمة عبارتنا الجبرية ايش قد استاذ؟ 1.
يلا تركيز وانتباه عالي. وآخر نقطة، آخر فقرة، فقرة أكتب. أكتب قيمة العبارة الجبرية. عبارتنا الجبرية هي 8 لام، يعني 8 في لام تقسيم 20. عندما اللام ايش قد تساوي 10. إذا منو متغير عبارتنا الجبرية؟ أعيد كتابتها. عبارتنا الجبرية 8 لام تقسيم 20. عندما اللام ايش قد تساوي 10. إذا منو متغير عبارتنا الجبرية؟ لام. ايش قد قيمة لام طلابي؟ 10. يلا شيل اللام خلي 10 طلع ناتج. إذا 8 لام يعني 8 في لام. 8 في لام، اللام ايش قد؟ 10. طلابي التقسيم ينزل والعشرين ينزل، تقسيم تنزل والعشرين تنزل، ويساوي. يلا عيني، عدنا ضرب وعدنا قسمة طلابي. أول شي أنا وياكم راح نجي شو نسوي؟ نضرب. يلا ضربوا لي طلابي. احنا نضرب ونقسم من اليمين لليسار. أول شي نضرب. ليش؟ لأن عندنا ضرب. أول شي 8 في 10 أستاذ أكيد 80. التقسيم ينزل والعشرين ينزل، طلابي القسمة تنزل والعشرين ينزل، ويساوي. يلا بلا زحمة عليك، قسم لي 80 تقسيم 20. استاذ الصفر ويا الصفر يروح، 8 تقسيم 2 4. إذا قيمة عبارتنا الجبرية 4. انتهى الحل؟ أكيد انتهى. 80 تقسيم 20 طلابي أكيد 4. مستمرين إن شاء الله بقوة الله، مستمرين. أنا وياكم بالدرس القادم راح ناخذ، وهو الدرس الرابع من هذا الفصل، راح ناخذ به معادلات الجمع والطرح. راح نعطيكم طرق كلش حلوة لحل أي معادلة تجيكم بالامتحان الوزاري. إذا بعدك ما مشترك بقناة التليجرام، فمعرف قناة التليجرام هو مرتين واي مرتين زت مرتين او. أعيد وأكرر، راح تشترك بقناة التليجرام حتى تنزل لك الدروس أول بأول، تتابع المراجعات المركزة والشاملة وحلول الأسئلة الوزارية اللي تنزل في قناتي على اليوتيوب وعلى التليجرام، وأيضا تمتحن وياي على القناة. أعيد وأكرر، اللي ياخذ بامتحاناتي من 90 إلى 100 فدورته الإلكترونية يقدر يشترك بها، راح تكون مجانا، والقناة بخدمتكم. وأي شيء عندك تقدر تراسلني على الواتساب. نختم درسنا بالدعاء. اللهم ارزقنا العلم والفهم، والسلام عليكم.